نصيحة لأي حد تحت ال20. بص، نصيحة ليك، ما تخشش في خصومات كتير، خليك بار بأهلك جدا، ما تقدمش أي شيء في الدنيا على الصلاة، كن كثير الذكر. لو عرفت في المجتمع اللي احنا فيه ده من ساعة ما انت صغير كده لحد ما تكبر وتتجوز بإذن الله وتخش الجامعة وتتخرج، وانت ما يكونش فيه علاقات أو علاقة واحدة عاطفية محرمة إلا لما تكون أول علاقة هي الجواز، فأنا بقول لك أنت بإذن الله أو أنت بإذن الله من أولياء الله الصالحين. لو عرفت ان انت ما توسخش عينيك باي موقع اباحي، فانا عايز اقول لك ربنا يجعلك من اهل الجنة، انت من افضل الناس طبعا مع اقامة الصلاة وبر الوالدين. اتعلم العلم الشرعي، اتعلم الرجولة والاخلاق الحسنة، وصاحب ناس كويسة، وخلي همتك عالية، خلي عندك قدر من العبادة، وكل ما كان اكتر كل ما كان احسن. دور على التوازن في الحياة، وخليك عارف ان انت مش هتوصله بنسبة 100%، فكل ما تميل ارجع، ملت الناحية التانية ارجع، وهكذا. اعترف بالخطأ، واشكر اي حد عمل لك معروف كبير وصغير. صلح نفسك دايما، اوعى تتغر، وما تصاحبش واحد مغرور، وما تبقاش قريب من حد متكبر، واوعى تخلي المال عزيز عليك. ولو راجل خليك راجل، لو راجل خليك راجل في صفاتك، وجدع في صفاتك، وعندك مروءة، وخليك عارف ان احقر ما يتصف به الرجل البخل، وان افضل ما يتصف به المرء الكرم. وما تبقاش حشري ولا كثير الكلام، ولا تتدخل فيما لا يعنيك، وما تسألش في التفاصيل اللي ما تخصكش، وسامح بسرعة ولا تكن كثير العتاب. اسمع من الناس اكتر ما تتكلم معاهم، وما تاخدش قرار من غير ما تفكر فيه، وتفكر فيه يعني تحسب العواقب بتاعته، مش تفكر فيه يعني تشغل نفسك بيه. تفكر فيه يعني تحسب العواقب وتاخد التصرف اللي يوصلك للعاقبة اللي انت عايزها. واعرف ان الدنيا كلها اختبارات، وان افضل الناس فيها مش من الشرط يكونوا افضل الناس في الاخرة، لان مقاييس الدنيا ومقاييس الاخرة مختلفة. بس لو عايز ان انت تكون من الافضل هنا ومن الافضل هنا، فعليك بالقرآن وعليك بالتقوى. ان استطعت ان تكون من الدعاء ومن العلماء، فاعلم انهم ورثة الانبياء. وان استطعت الا تموت الا شهيد، فاعلم انك لن تموت، بل احياء عند ربهم يرزقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، فكن كريما دائما، وانصح بحسن العبارة وبحسن الطريقة، ولا تكثر على أحد كما أكثرت عليك، فإن النصيحة أحيانا تكون ثقيلة. واعلم أنك لو استثقلت النصح فهذا دلال على فساد القلب. واعلم أنك إن سارعت إلى العمل فهذه دلالة على حب الرب سبحانه وتعالى. واعلم أنك كلما كنت شاكرا كلما ازدادت النعم، وأنك كلما كنت قليل الكلفة مع الناس كلما كنت محبوبا أكثر بينهم.